انتوا كلكم عارفين ان نبيل معارض من سنة 2000 في سوريا، وانا قلت كلمة الحق في وش النظام القذر اللي هناك اللي كان نظام بشار الكلب. وما خفتش من حد وجابهتهم، واهل بلدي على الصفحة وعارفين كل حاجة. انا عاوز اتكلم عن موضوع خطير دلوقتي، وارجو من الكل انه يركز معايا ويفهم. مصر دي هنا وهنا وهنا موضوع كبير. نهر النيل ده نازل من الجنة، اللي شرب منه لازم يرجع له، خلاص مغناطيس. حاجتين يعني بالعقل. احنا اول ما دخلنا مصر لا حد قال لنا لاجئين، ولا اعطونا مخيمات ولا خيم. احنا قعدنا في شقق، قعدنا في بيوت، اتعاملنا معاملة اهل البلد، وكان لنا امتيازات اكتر من ابن البلد نفسها، لانه كنا احنا ضيوف مكرمين، لان اهل مصر كرام اصلا. ولما استقرت سوريا على حسب ان الثوره خمدت وبشار انتصر واستقرت البلد شويه، محدش قال لنا قوموا امشوا بلدكم استقرت. فدلوقتي لما بشار الاسد صيد هيقوموا يقولوا لنا اطلعوا بره. خدوا بالكم يا جماعه، دول شويه كلاب من بفلول نظام الاسد، بينتقموا، بيحاولوا بيطلعوا في الروح. فما تخلوش الكام واحد اللي بيطلعوا بالروح وبيفرفروا يوقعونا في بعض. ما تردوش على حد على الصفحات، واي ابن كلب بيشتم بيعمل اي حاجه ادوله لايك، متشكرين يا حبيبي. قول اللي تقوله، لانه الكلام ده كله على النت على الصفحات، صور. احنا والمصريين واحد. انا هثبت لكم ده بكره لما هننزل كلنا. احنا كلنا نازلين خلاص، كفايه وقت طويل قوي احنا كلنا راجعين لبيوتنا. ما فيش حد ما عندوش بيت، وما فيش حد ما عندوش شغل هناك. هنجيبهم معانا. هتلاقوا برندات عندنا المصريه اكتر من السوريه هناك. ما فيش، هم جايين على بلدهم زي ما هم استقبلونا وشالونا على دماغهم. احنا هناك لو ما شالتهمش الارض تشيلهم رموش عينينا. واحنا شعب سوري كريم برضه، لازم نوريهم ان احنا كرمه زيهم وزياده. فما تخلوش حد يوقع بينكم وبين ناس عشرة عمر وسنين. شوية الكلاب اللي بتنبح دي قولوا لهم شكرا مع السلامة، ما تردوش على حد.